السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة المسؤولين في ديوان عام محافظة قنا، السيد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والسادة الإخوة سواقين خط السرفيز الخط الأصفر الجديد، تحية طيبة وبعد. مبدئيا كده أنا مش هعمل الفيديو ده علشان أهاجم المسؤولين وأتكلم عن تقصير المسؤولين أو أهاجم السواقين وأتكلم عن تقصيرهم في الالتزام ولا أيا من الكلام ده. يعني كلنا عارفين إن السادة المسؤولين شغالين على قدم وساق لحل كل المشاكل اللي في المحافظة، وعلى رأسهم السيد اللواء أشرف الداودي اللي اتشرفت شخصيا بمقابلته. شخص مجتهد ومتواضع وبيقابل بنفسه المواطنين في مكتبه، وبينزل لغاية قرى المركز والمحافظة علشان يشوف مشاكل المواطنين ويحلها. والطرف الثاني السواقين كلهم اخواتنا وطبقة من الشعب وعايشين معانا، ومفيش واحد فينا ملوش يا اما اخ سواق، يا اما ابن عمه، يا اما صاحبه، يا اما جيرانه. فدول ناس عايشين وسطينا، فاحنا ما نقدرش ولا ضرر هنا ليهم ولا ضرر لاي حد فيهم. طيب ايه المطلوب؟ المطلوب يا جماعه خط الاصفر الجديد، عاوزين حل لمشكله الالتزام بخط السير. من سنتين كده اتعمل مشروع وكانت فكره جميله بصراحه ومشروع كويس، ان نزلت عربيات جديده علشان تخدم الاماكن اللي ما كانش ليها مواصلات. المشروع مشي كويس والناس كانت فرحانه بالمشروع ده، ورويدا الفكره ابتدت والمشروع ابتدى يموت بالحياه في بعض الاماكن وفي بعض خطوط السير، مش كلها الحقيقه. يعني في خطوط شغاله لغايه دلوقتي وفي ناس ملتزمه لغايه دلوقتي، لكن انا بتكلم في بعض الاماكن في ناس مش ملتزمه بخط السير. طيب هل الحل ان انا افرض غرامات على السواقين وامشي الموضوع كده ويمشي شهر واثنين ويبقوا ملتزمين وبعد كده نرجع تاني لنقطة الصفر؟ انا شايف ان ده مش حل، او ممكن يكون حل بس انا عن نفسي مش مقتنع ده حل. يا ريت يا جماعة نتعمل اجتماع تاني، المسؤولين والسواقين ونقيب عن السواقين وبعض السواقين ويقعدوا مع بعض ونشوف ايه المشكلة. يعني المشروع اتعمل وفشل جزئيا، فاحنا اكيد في مشكلة، فاحنا ممكن نشوف المشكلة كده ونحاول نحلها، بس يبقى في قاعدة كده بين الطرفين ونشوف المشاكل ونحلها، لان احنا تعبنا اقسم بالله. يعني انا بكلمكم كشباب ساكن مثلا في الحكم العسكري، علشان اروح مشوار زي الشؤون بمشي مشوار الحاكم العسكري كله، وامشي مشوار تاني شارع مصنع مكرونه لغايه لما اوصل للبنزينه علشان اركب مواصله توديني عند السيد، اركب مواصله تاني توديني الشؤون، في حين ان انا ليا خط بيعدي في الشارع بفركة كعب كده بس، وبركب المواصله وبروح. انت فاهم؟ وقس على ذلك برضو بعض الاماكن تاني. يعني انت مثلا لو عايز تروح مبنى المحافظه او تروح مكان في حوض 10 هتمشي مشوار طويل عشان تروح. لو عايز تروح الكورنيش هتمشي مشوار طويل عشان تروح الكورنيش. ميناء النهر هتمشي مشوار طويل عشان تروح. وفي اماكن تانية انا ممكن ما اعرفهاش، بس انا بتكلم على الاماكن اللي انا بروحها كتير يعني. وانا شباب اهو بقول لك، وبزهق وبتعب وبضيع وقت وبضيع فلوس. يعني ليه اركب مواصلتين عشان اروح مشوار؟ تمام. فبضطر ان انا مثلا لو معايا حد، معايا عيالي ومعايا ابويا وامي، باخد تاكسي عشان خاطر اوفر مجهود واوفر وقت. تخيل لو واحد مثلا شغال شغلانته ان هو يروح في مكان ملوش مواصله زي كده، او تخيل يا اخي ابوك او امك هيعانوا ازاي عشان خاطر يروحوا مشوار. فيا جماعه يا ريت نشوف حل ونهتم بالموضوع ده، بالاخص ان انا سامع ان كان من شهر تقريبا
المحافظة منزلة عربيات جديدة برضو علشان تخدم بعض الأماكن برضو. فخلاص طالما هنعمل شغل جديد في المشروع، نهتم برضه بالقديم ونكمل المشروع كله كده. وعشان الدنيا، عشان المشروع ما يفشلش يعني. سيادة المحافظ مشروع كويس، بلاش نخليه يفشل. اخواتنا السواقين، المشروع ده فتح باب رزق لناس كتير منكم. فيا ريت نتقي الله ونلتزم بخط السير عشان ربنا يبارك لنا في الرزق ده. وجزاكم الله كل خير ووفقكم الله لما يحب ويرضى. السلام عليكم.